يقول الله عز وجل في قرآنه نعم بعدما تصلوا على رسول الله: صلى الله عليه وسلم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. نهاية شيخ أحمد، في دقيقة واحدة تنصح الشباب بإيه؟ أنصح الشباب وأقول لهم: تمر الأيام وتجري وراءها الأشهر وتجر معها السنين وتجر خلفها الأعمار وتطوى حياة جيل بعد جيل بعد جيل، وحتما سيقف الجميع بين يدي الملك الذي قال عن نفسه: وكفى بنا حاسبين. فكل باك سيبكى، وكل ناع سينعى، وكل مذكور سيفنى، وكل مذخور سينسى، وكل مذخور سينسى، وكل حي سيموت، ولا يبقى ولن يبقى إلا الله الحي الذي لا يموت. تربوا على قال الله وعلى قال رسول الله. أختي في الله، لو عاوز الزواج الصالح، لو عاوز الذرية الصالحة، لو عاوز ربنا سبحانه وتعالى يرفع من شأنك في الدنيا وفي الآخرة، تأدبي بأدب المسلمات المؤمنات القانتات أمهات المسلمين. عاوز تكون صالح، اقتدي بصحابة النبي. شوفوا كانوا بيعملوا إيه في عهد النبي، شوف النبي يعني علمنا إيه وعمل إيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يخرج من ألسنتنا الكلام الطيب ومن قلوبنا الصفاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك وبارك الله فيك وأكثر الله عز وجل من أمثالك. أتمنى أشوف شباب المسلمين زي أحمد. أنا سعيد بالحلقة معاه حقيقي والله. ربنا يا حبيبي ينفع بيك يا رب ويوفقك لما يحب ويرضاه، وانتظرونا دايما في كل يوم في برنامجكم شباب على حافة الهاوية مع ضيف جديد ومع موضوع جديد. بحبكم في الله، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.